في وسط الدفاع عبد الكريم موكالي واحمد امين العرباوي امامهم. الثلاثي ياسين دغماني، كمال بلاصه المرمى. في الدفاع رضا حلايميه على الجهه اليمنى، مروان خليف على الجهه اليسرى، ايوب عبد الله القائد وايوب غزاله في وسط الدفاع. وامامهم الثقه فوزان تريد ان تحقق تاهلا الى الدور المقبل. على بركه الله انطلقت المباراه المولوديه على يسار الشاشه، بينما نجم بن عكنون بالرسميه رقم 16 او 17 بعدما فاز في الدور 64 من كأس الجزائر. هذه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. أوه يا سفيان يا بايزيد، 1-0. المولودية سجلت في الدقيقة الثالثة. باغتنا سفيان، باغتنا بايزيد وباغت الجميع بهدف مبكر لم تمهل المولودية. نجم بن عكنون أكثر من 3 دقائق لتدكى شباكه بهدف رائع برأسية محكمة بتمريرة ولا أحلى ولا أروع. بهذا الشكل سنتابع الهدف الأول. المولودية دخلت بقوة. يا سلام على سفيان، ويا سلام أساسيا في تشكيلة بن يحيى. هنا العرضية، هنا بالراس. يا سلام على هدف جميل لم يحرك شعر الدين شاوش ساكنا، تابعها وهي تدخل مباشرة. يا لروعة هذا الهدف، يا لجمال هذا الهدف من كأس السوبر. سيكون طبعا من المسابقات المهمة، بينما هذا أمين مسوسة الذي يقوم بعمل رائع على الجهة اليسرى. مين يا سلام من كيبري، ويا سلام من مسوسة. هدف ثاني للمولودية قبل اكتمال الدقيقة 20. 2-0 صارت النتيجة عندما يمنحك أمين مسوسة هذه الكرة بهذه الطريقة، بطريقة فنية جميلة. سجل وأنت مغمض العينين يا كيبري. سينون وجد نفسه أمام الشباك فارغة، ولكن سنشاهد ماذا فعل أمين مسوسة، سنتابع ماذا فعل أمين مسوسة بكرة روضها وراوغ وتقدم ومرر تمريرة حاسمة وهدف ثاني. وأي هدف للإيفواري زينون كيبري. 2-0 صارت النتيجة. المولودية صارت الآن ستلعب بأكثر. لاحظوا تابعوا يا سلام ماذا فعل أمين مسوسة وكيبري في وضعية تسمح له بالتسديد والتصويب بهذا الشكل أمام الشباك طبعا، ودفاع متهلهل ومهلهل من جانب نجم مقرة بهذا الشكل. أفضل أيضا دفاعات البطولة، الكرة والدفع ما فيش مخالفة. هذه الكرة الثالث الثالث لمولودية الجزائر مرة أخرى. بايزيد يبدع ويتألق ويضيف الهدف الثالث لمولودية الجزائر قبل 3 دقائق عن نهاية المرحلة الأولى. هل هناك مخالفة؟ هل هناك خطأ؟ هل عاد الحكم للخطأ؟ احتسب الحكم في النهاية، لأنه نشوف فيه احتجاجات من لاعبي مولودية ونجم بن عكنون انه كانوا يقولوا فيه خطأ على الحارس شاوش. بهذا الشكل حاول أن يبعدها المدافع العرباوي، ولكن المتابعة موجودة من المهاجم طبعا سفيان بايزيد في المرة الأولى، وفي المرة الثانية بايزيد في المكان المناسب. هنا المطالبة كانت بمخالفة من سفيان بايزيد، الضغط على الحارس، ثم بعد ذلك الكرة ارتدت، ثم العريبي في المرة الأولى حاول الإبعاد ولكن ارتدت وعادت ونهاية المباراة مشاهدينا متابعينا. عبد العالي إبرير يطلق الصافرة 3-0 نهاية المباراة وتأهل مولودية الجزائر إلى الدور 16 من منافسة كأس الجزائر. مسوسة واحد من أفضل لاعبي هذه المباراة، بايزيد على مرتين، وكيبري ليفواري أيضا سجل